يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم خياتي امهاتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح ومهنيين، صحتكم مليحه وقت اللي يدخل عليكم هذا لا فيديو. نرحب بكم كامل كيما راكم واحده بوحده وبلا ما ننسى حتى وحده. مشتركات جدد نقول لكم مرحبا بكم خياتي، نورتوني وشرفتوني. مشتركات القدم نقول لكم انتم اغلى واعز خيات على قلبي. وقبل ما نبدا اكيد نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسولنا الكريم. ديت لا فيديو تاعي معكم خياتي كيما دايما من وقت الفجر، بعد اللي نصلي صلاتي ونقرا اذكاري حاجه باينه وندير الورد تاعي اليومي، نروح للكوزينه. هنايا الورد خياتي تاعي اليومي خطرات نديرو مور الفجر، وبعد اللي نصلي صلاتي ونقرا اذكار، ومرات نخليه حتى لمور الظهر. كي نصلي صلاه الظهر نروح نقرا الورد تاعي اليومي. ومن بعد اللي راحوا وليداتي يقراو، رجعت انايا كيما شفتوا حطيت قهوتي الله الله، وحطيت معاه هذاك البريوش اللي درت لكم في الفيديو اللي فات. كان صباح وقعد ما شاء الله طري برك، درته في بواط مونجي وغلقت عليه هكا باش ما يدخلوش الهواء وما يبسليش. هذا ما كان. ومن بعد رحت للشغل تاعي تاع دايما اليوم السكت، واليوم راني رايحه كمتلي، ما عنديش شغل بزاف واللي هو التسياق. انا كي ما يكونش عندي تسياق نعرف بلي الشغل ما عنديش بزاف. هنا رحت للصاله كيما راكم تشوفوا راني نوريكم فيها، راهي الحمد لله مريقله، ما فيهاش حاجات بزاف في الارض، مام الكنابيات راهم مريقلين. وكي تكون الدار نقيه تحسي بوحده الراحه نفسيه ما شاء الله. المهم هنايا كانت حاجه خفيفه هكا في الصاله كيما شفتوا، رفدت غير عفسه ولا زوج كانت رميتهم بنتي. راكم عارفين الوليدات الصغار كيبداو يمشي ويخربوا حتى حاجه ما يخلوها على حالها. وانايا كنت حليت كامل التيوق والبالكونات باش تستهوى لي الحاله، وديجا هنا ما ضرب الريح من الخميس حتى الحد كان مازال كاين. المهم انا باش تستهوى لي كامل الحاله، ومن بعد نعاود نغلق ودخلت مباشره للكوزينه نتهنى من الفطور هو الاول، ومن بعد نروح نكمل الشغل تاعي الاخر. هنا كنت رايحه ندير على وقفه واحده، كنت رايحه ندير عشاء وفطور. الفطور كنت رايحه ندير سباغيتي بلا صوص طوماط نفطروا بها ان شاء الله بربي، والعشاء راني رايحه ندير لا سوب. ومن بعد مع العشيه نزيد معاها فطائر ولا مملحات راح نطيبهم غير في الطاجين. وصفه بزاف سهله اقتصاديه، والاهم تجي بنينه واش نقول لكم. راح نشاركها معاكم خياتي في اخر الفيديو ان شاء الله. وهاد لاصوب خياتي تجي بزاف بنينه، سيوها جربوها وردوا لي بالخبر. لاصوب اللي يجي فيها العدس والبسباس في نفس الوقت. واش درت فيها انايا؟ درت زوج حبات تاع البصل يكونوا متوسطين، وزوج حبات تاع البسباس كما راكم تشوفوا، ما تكثروش البسباس، زوج حبات يكفيو. وراح ندير فيها 3 حبات تاع زروديه و3 حبات تاع البطاطا. واكيد هنا الخضره تبقى على حسب العائله، كاين اللي عائلتها كبيره تكثر كيما بطاطا وزروديه، وكاين اللي عائلتها صغيره دير غير كيما درت انايا. هذا لاصوب توكل لكم حتى ل5 6 افراد. انايا تعشينا منها وفضلت الغدوه من ذاك لوليداتي. قلت لكم هذا مكان هذه الخضره اللي راكم تشوفوا فيها اللي ذكرتها لكم دوكا، شويه تاع الزيت، ملح، والملح ما ديروش بزاف باسكو راح ندير فيها حبه تاع الجombo، وشويه تاع فلفل الكحل، وشويه تاع راس الحانوت والمعدنوس. نقلو مليح لاصوب تاعنا. شوفوا خياتي هذه دائما نقولها لكم كي ندير لي سوب، اللي تحب لاصوب تاعها تجي بنينه خليها تتقلى، قليها مليح مليح، ديري لها 4 مغارف ولا 5 تاع الزيت، وقعدي تقلي فيها، تقلي حتى كشغل هذاك البصل يذبال وهذيك الخضره تشوفي بلي كشغل ما شاء الله تقلات مليح. هذا ما كان. نسيت خياتي هذه الحفنه تاع العدس ما قلت لكمش عليها. تغليوها شويه في الماء، يا ربي زوج غليات 3 وتنحيوها ماشي بزاف، وتخلطوها مع الخضره اللي درناها. قلت لكم كل ما لاصوب تقلات كل ما جات بنينه. وهنا يا خياتي اللي يكون عندها صدر تاع الدجاج ولا كركاسات ولا الدير، انا درت فيها غير حبيبه تاع الجombo وجات واش نقول لكم، بورتو ما درت فيها لا فرماج كي ريحتها لا والو. ومن بعد لاصوب تاعي خياتي كيفاش ندير؟ انا كي طيب لاصوب ندلها القزبر ولا الدبشه خضر هكاك، القزبر نرمي فيها ونرحي تجي واحد البنه واش نقول لكم، سيوها برك وردوا لي بالخبر. وانا كيما شفتوا كنت نطبخ في سباغيتي وندير في لاصوص طوماط. هذا ما كان. ومن بعد اللي تتقلى لاصوب نمرقها ونغلق عادي ونخليها طيب. كي طيب قلت لكم ما تنساوش القزبر، ديروه حفنه تاع هكا شويه تاع القزبر
ورحيوها معاها، تجي واحد البنه ما شاء الله. خليكم تكملوا تشوفوا الروتين ونروح لكم للهمسه تاع اليوم اللي على بالي راح تعجبكم بزاف وراح تفيد بزاف من الاخوات واللي كانت تحت طلب متتبعتي الوفيه. ونقولها ربي يحفظك وشكرا على الثقه اللي درتيها فيا. قالت لي وش هو ردك لهذا التعليق اللي راح تسمعوه معايا دوكا. المراه اللي توقف مع زوجها في كل صغيره وكبيره، خاصه وتكون كاريه، والكرا كما تعرفي صعيب، حتى انها دير حاجات في الدار، دير حاجات في الدار وتبيعهم باش تعاون زوجها في الكرا، واهل الزوج ما يشوفوش هذه التضحيات اللي تدير فيها على جال زوجك وولادك، ويتجرحوك بالكلام ويقيسوك ويأذوك. نورمالمون انا فهمت هكا من هذا التعليق. وقالت لي وش هو ردك. دوك نجاوبك حبيبتي ودوك تسمعي الرد تاعي وان شاء الله راح تستفادي منه باذن الله. نقول لك باللي انت مرا ونص وفحله، سورتو كي راكي تعاوني في الزوج تاعك على هم الزمان وراكي تشوفي الغلا اللي رانا فيه، خاصة إذا كان الزوج تاعك مليح وحتى هو ما يعز فيك حتى حاجة. أما بالنسبة لهضرة الناس، شوفي حبيبتي، هضرة الناس ما راح تزيد فيك، ما تنقص منك، ما تبقايش تخمي ليل ونهار حتى تأثري على روحك، تجيبي المرض لروحك برك. باسكو علاه تلقاي هذا الناس هما عندهم حاجات بالك أكثر منك، وتلقايهم حاسدينك على حاجة بسيطة فيك، هذيك الحاجة هي اللي راهي ميزاتك عليهم، على بها راهم حاسدينك عليها. علاه هذاك الإنسان اللي عايرك ويأذيك ويقول لك حاجة ماهيش فيك وانت ما أذيتيش وما درتي له والو، راهي باينه كي الشمس هكا، كي الشمس حل عينيها، باينه بلي راه حاسدك وراه غير منك. انت برك كوني انسانه قويه، ما تعمريش راسك بهضره الناس. كان حتى واحد راه يصرف عليك، انت ديري الحاجه اللي تخرج عليك انت، اللي تفرحك انتيا، بشرط تكوني انسانه تخاف ربي سبحانه وما تاذيهمش. باسكو ما كان حتى واحد راه يجيب لك القفه للدار، ما كان حتى واحد راه يجي لك ويقول لك واش تحتاجي، وما تعطي الفرصه لحتى واحد يدخل روحه في حياتك. عيشي حياتك كيما راكي حبتها انتيا، خلي عندك ثقه في روحك وما تعملش راسك كامل بهذاك كلام الناس كيما يقول لك اللي يخليك ديما تاليه. وحاولي كي تسمعي هضرتهم ما تخليهاش تاثر عليك، وما تقعديش تخمي فيها حتى تطلعي على طونسون لروحك وتركبي المرض لروحك، لانه تاكدي انه معظم الامراض العضويه السبب تاعها نفسي. ارمي عليك كاين ناس وحده اخرى تحتاجك، اللي هما ولادك زوجك، هما اللي اولى بيك حبيبتي. ثقي في روحك، خلي الثقه تاعك في النفس كبيره، ثقتك بنفسك هي كل شيء، هي اللي ما تخليكش تسمعي لكلام الناس، لانه ارضاء الناس غايه لا تدرك. على بها نقول لك حبيبتي كوني قويه، حبي روحك، حبي عائلتك اللي هي وليداتك وزوجك، ونوصيك انت ما تاذيش. واللي يقول لك الكلام انت راكي عارفه بلي هذاك الكلام انت ما فيكش، راكي عارفه روحك واش تسواي، والله ما تخليهم كيما يقول لك يهزوا شعره منك. مش اي وحده تعايرك ولا تجرحك تحزني وتغيظك عمرك، لا لا، لازم تخلي ثقتك في روحك كبيره باش تعرفي كيفاش تحلي مشاكلك مع هذا الناس اللي ما تخافش ربي سبحانه. خليهم يقولوا واش يحبوا، يهضروا واش يحبوا، باسكو كلش راه ينكتب عند الله سبحانه وتعالى. نوصيك برك على حاجه، اهزميهم بالتجاهل، لانه التجاهل راح يزيد يشعل فيهم النار. خلي هضرتهم ولا كلامهم ينعكس على مستواهم هما مش انتيا. وانت كي راكي تخدمي ولا ديري حاجه باش تعاوني الزوج تاعك، ما تستنايش انه ناسك اللي هما اهل زوجك هما اللي يقيموك يقولوا ايه برافو عليك، راكي درتي حاجه مليحه، راهي تعاون في الزوج تاعها. لا لا، انت راكي ديري حاجه لمصلحتك انت، لفايتك انت راح تؤجرين على هذيك الحاجه اللي راكي ديري فيها، باسكو راكي تعاوني في الزوج تاعك. اما ما تستنايش من الناس هي اللي تجي تقول لك يعطيك الصحه راكي درتي ديك الحاجه، لا، ديري هذيك الحاجه على جال روحك انتيا. ما تستني حتى واحد يجي يقول لك ايه يعطيك الصحه والله غير راهي حاجه مليحه راكي ديري فيها، بارك الله فيك، هذه حاجه شابه درتيها. ما تستني حتى واحد هو اللي يجي كيما قلت لك يقيمك، ولا انت كي عارفه قيمتك راكي ديري هذه الحاجات على جال عائلتك، على جال روحك، وديري في حسابك راح تؤجرين على واش راكي ديري. هذه يا حبيبتي نصيحتي ليك، وردي على تعليقك، ان شاء الله تستفادي ولو بالقليل من واش قلت لك حبيبتي. عيشي حياتك، افرحي، اضحكي، اخدمي،
ديري كاع الحاجه اللي تساعدك. هذه هي حبيبتي، وربي يهنيك ان شاء الله. وانايا بعد اللي كملت طفيت على الفطور والعشاء، وشوفوا الفراشه تاعي وين نروح تروح معايا، ما تخلينيش كامل نبقى وحدي وهي ما تقعدش وحدها. وانا رحت لشومبرة وليداتي، كنت درت لهم تغيير بسيط فيها، حولت لهم البيرو في بلاصه القجوره، والقجوره درتهم في جهه الباب. هكا مليح الانسان منين ذاك يدير تغييرات بسيطه. باسكو صح، انا وحده من الناس كل ما ندير تغييرات بسيطه هي لو كان حاجه ما كاش كاع نحس بالراحه النفسيه. وبالنسبه للاخت اللي سقساتني على الكنابيات، حبيبتي انا ما نصحكش بيهم. المره الجايه دوك نصور لك علاش ما نصحكش بيهم. بس الحمد لله انا خدمتهم لهم دوكا راهم ملاح. اذا ديري كيما انايا معليش وتخدميهم زعما كيما درنا لهم حنايا صح، واذا تخليهم كيما يشراو غير ما ننصحكش بيهم حبيبتي. ويلا نديكم معايا للكوزينه ونشوفوا المملحات ولا الفطائر اللي درتهم في الطاجين. وصفه اقتصاديه سهله وبنينه بزاف وخفيفه ريشه. دوك تشوفوا انا خياتي واش درت، مقادير بزاف سهله. حطيت انايا عبرت بالهذا الكاس، كل واحد يعبر بالكاس اللي يحب بالغرفيه على حسب عائلتك. درت 2 عبار تاع الفرينه ولا 2 كيسان تاع الفرينه، مغرف صغيره تاع السكر، ومغرف صغيره تاع خماره الخبز، و6 مغارف كبار تاع الزيت. 6 مغارف كبار تاع الزيت. هذا ما كان. وانا كنت نوجد في تشكشوكه تاع بصل وطماطيش عاديه، تشكشوكه سهله مهله، ابسط منها ما كاش. ومن بعد انا رحت نجيب في الماء عادي. هنايا درتو بارد، اللي تحب ديرو دافي ديرو دافي، باسكو انايا رونتها. شوفوا كيفاش خليتها طريه، خلوها طريه تجي ما شاء الله. وقلت لكم اللي عندها عائلتها كبيره الله يبارك، عندها الوليدات تكثر، ما تديش كيما انايا غير بهذاك الكاس الصغير، دير بالغرفيه تاع الحريره، ولا دير بكاس كبير. المهم كل وحده تعرف العبار تاع عائلتها. انا عطيتكم عبار صغير، واللي تحب تضاعف المقادير تضاعف. قلت لكم 2 كيسان تاع ولا 2 عبار تاع الفرينه، مغرف صغيره تاع خماره الخبز، مغرف صغيره تاع السكر، شويه تاع الملح، و6 مغارف تاع الزيت. هذا مكان. ونلموا العجينه تاعنا بالماء. خليتها انايا بدما انايا خليتها ريحت حتى طابت تشكشوكه. كانت ريحت يا ربي واحد ربع ساعه 20 دقيقه. هذا العجينه شوفوا خياتي، هذا العجينه ما تريحش بزاف، ما متخلوها غير 10 دقائق تبداو تخدموا بها عادي، ما تديكمش كامل الوقت. ومن بعد انا جيت كيما شفتوا كورتها كامل، وراني نحل في العجينه قدامكم، نحلوها رقيقه خلاص باش الفطائر تاعنا يجونا بزاف خفاف، ما فيهمش هذيك ما فيهم لا عجينه لا البابه لا والو ما شاء الله. هنايا الحشو انتم احرار خياتي، انا درت شكشوكه وكيما شفتوا شويه تاع الفرماج رابي، وراكم تشوفي كيفاش راني نغلق فيها سهله مالا. اللي عندك الدجاج ديري، عندك اللحم ديري، عندك. المهم كل وحده حره في كوزينتها، الجود من الموجود، كل وحده دير على حسب مقدورها. اللي كان عندي في الكوزينه نديرو، ما نكلفش روحي. كان عندي المليح ندير، كان عندي حاجه قليله ندير. شوفوا قلت لكم بزاف سهله تشكلوها بالخف. انا درتهم على وقفه. هنايا كنت صاي قلت لكم انا لا سوب وجدتها بكري، تما هذو كان باقي لي غير هذو وجدتهم. رونت هذيك العجينه مع العصر، باسكو دوكا راني وليداتي راني نعشيهم بكري، رانا كامل ماشي غير وليداتي، رانا نتعشاو مع المغرب. خير هكا يكون عندي الوقت نغسل الماعن نقي الكوزينه، ونخلي وقت للروحي اللي نقعد فيه انا نرتاح، ما نضليش غير مع الجري ونضلي واقفه. وما وليداتي باش يرقدوا بكري غير تاذن العشاء نصليو يرقدوا يحكموا بلايصهم يرقدوا، باش حتى هما يلقاو راحتهم، باسكو هما صغار ما لازمش يسهروا بزاف، خاصه مع القرايه ومع الفتره اللي رانا فيها تاع التقويمات الاختبارات قربوا ان شاء الله. وهذا هما المملحات تاعي خياتي ولا الفطائر، جو بزاف خفاف وبزاف شابين. كليناهم مع لاصوب ما شاء الله. سيوم خياتي وردوا لي بالخبر. هذه هي لا فيديو تاعي خياتي، ما تنساوش تخلوا لي هذيك الجام، تخلوا لي تعليقاتكم المشجعه، وتبارطاجيو لي هذا لا فيديو مع كامل الناس اللي تعرفوهم. وربي يجازيكم كل خير، ونقول لكم نبغيكم بزاف، تهلاو لي في روحتكم. الى فيديو اخر ان شاء الله تعالى.